لحظات بص كده. لا خلاص مش انا كده، انا هنا. يا ابني ايوه يا ابني. تعال هنا مثل يا جماعه لترويع المسلم. في سنن ابو داود والترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم. لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، حرام. بعض العلماء اعدوها من الكبائر، تخيلوا يا جماعه. طب ولو كنت مازحا يدخل بقى مش الخضه دي، يدخل انك انت تخفي حاجه منه حاططها مثلا على ترابيزه عند بقال، تروح واخدها فتخضه. هزار او جد. يدخل فيها ايه تاني؟ واحد نام تروح انت مصحيه على خبر كأن ايه، الحق حصل كذا، صح يا بلال؟ في وشوش اللي هي الوشوش العفاريتي دي. برافو عليك يا بلال. ولبس الوشوش وتخض، ده في اطفال ممكن تتسرق. خلي بالكم يا جماعه، في محتويات على ده اساسا. عارف المقالب وده آثمين. عارف ان في ناس ممكن تجيله السكته القلبيه، وفي ناس ممكن تسرع، وفي ناس ممكن تتلبس بسبب الخضه، لان ده من اوقات تلبس الجن بالشياطين، الشياطين بالانس. وقت ايه يا عم انس اللي بتضحك؟ يا اللي بتلكي كده. وقت الخوف الشديد. وقت الخوف الشديد يتلبس بيك الشيطان. بلاش الحكايه دي. تعالوا بقى بينا لحاجه تانية ندخل فيها. كلب نايم. يعني ايه تروح جايب زماره تضحك على ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه تجيب زماره كلب نايم او قطه تروح، او واحد جايب صاجه وطران جنب كلب، كلب ناطط في السقف، او نمر، يجيب نمر ورا الكلب. ليه ترويع الامين والله ولا الحيوانات؟ يا شباب بطلوا الهزار اللي هو مخالف لسنه النبي. طالما قال لك حرام ما تعملش الحكايه دي.